ازاي تعيشي نفسك وتعيشي شريك حياتك معاكي في عالم من الفانتازيا، في عالم كده فوق السحاب. ازاي كل يوم في حياتكم يبقى يوم مليان شغف ومليان حب ومليان طاقة، وازاي انتي تبقي انتي مصدر الطاقة دي في حياته وفي حياتك طبعا. ده موضوع الفيديو النهاردة. التكنيك ده او الاسلوب ده اسلوب من اساليب السدكشن او الاغراء. لان الاغواء والاغراء مش معناهم خالص ان واحده تلبس مثلا لبس مكشوف شويه عشان تبقى اسمها ست مغريه، ولا لازم تحط روج احمر مثلا خالص. السيدكشن ممكن يبقى سيدكشن منتالي، سيدكشن عقلي. ازاي تغوي الشخص اللي قدامك وتخليه معجب بدماغك، مش معجب باي حاجه تانية، معجب بدماغك وبطريقه تفكيرك. ازاي تحسسيه ان انت الشخص الوحيد في الدنيا اللي فاهمه كويس قوي، وانه من غيرك مش هيلاقي اي حد تاني يفهمه في الحياة، مش هيلاقي حد يحتويه. هو ده معنى ان انت تغوي الشخص منتلي بدماغك. ده من ضمن الحاجات اللي احنا هنذكرها النهاردة. بس بشكل عام المبدأ هو ان انت ازاي تبقى انت مصدر الطاقة ومصدر الفانتازيا في حياته. يبقى عارف ان هو كل يوم هيرجع مثلا من الشغل هيلاقيكي في مود جديد، في حالة جديدة، في شكل مختلف. ان انتي هو مش عارف النهاردة هتبقي ايه، فرحانة، مبسوطة، زعلانة، مهيبرة، كسلانة. هو مش متوقع، هو مش عارف. ده معنى ان انتي تعيشي الفانتازيا وتعيشيه معاكي في الفانتازي وورلد. واول نقطة عشان تعملي الموضوع ده لازم ان انتي تصدقي ان انتي تقدري تعمليه. ليه؟ لان انتي لو مش مصدقة انك اصلا تقدري تلعبي الشخصيات دي في حياته، او ان انت تقدري تتجددي كده وتغيري كل شوية، طاقتك مش هتبقى في الليفل المطلوب ومش هتعرفي توصليها له. انت عشان يحس ان انت مثلا واحدة انرجيتك وواحدة بتحب التجديد وبتحب الحياة وكل يوم عندها حاجة جديدة، لازم انت تبقي فعلا كده. يعني الموضوع مفهوش تمثيل، انت لازم تبقي انت فعلا كده. لازم انت شخصيتك تبقى كده، لازم انت تصدقي ان انت كده. انت مجرد ما صدقتي، مجرد ما تقمصتي شخصية وصدقتي ان انت تقدري تعملي كده، تلقائيا هتلاقي طاقتك اتحولت واترفعت وبقيتي جوه الشخصية دي. فبالتالي تقدري تأديها صح، وتقدري تدي الطاقة اللي احنا عايزين نديها. الموضوع مش تمثيل يا جماعة، ومش فيك، ومش تقمص، ومش مش تصنع. في بعض الناس كده فهمت كلامي غلط، انه الشخصية الفيم فيتال دي شخصية نرجسية، شخصية مريضة نفسيا. انا مش قصدي ان هي تبقى ست وحشة ولا ست فيك، بالعكس احنا جوانا الحاجات دي، احنا جوانا كل الصفات دي جوانا موجودة فينا. مجرد بس ما انت ركزتي عليها شوية، يعني مجرد ما انت نويتي ان انت تفعلي الصفة دي فيكي وتركزي عليها شوية، هتلاقيكي تلقائيا بقيتي كده، من غير تمثيل ومن غير تصنع ومن غير اي حاجة ومن غير اي كذب ولا اي غش. يعني الموضوع ابسط من كده بكتير. الموضوع فعلا بسيط. فانتي بس انوي ان انتي تغيري حياتك، انوي ان انتي كل يوم هتفكري كده. يعني هتعيشي مع عاطفتك وخيالاتك وتشوفي انتي دماغك عايزه توديك فين النهارده وتعمليه، وامشي ورا دماغك وامشي ورا قلبك. هتلاقيكي تلقائيا بقيتي انرجيتك، تلقائيا بقيتي مجنونه كده وعندك طاقه رهيبه وعايزه كده تعملي وتجربي حاجات. وبالتالي ده هيوصل له بس كده. يعني هو ده الموضوع. الموضوع مش تصنع، الموضوع مش تمثيل، الموضوع مش اي حاجة خالص عكس طبيعتك ولا عكس شخصيتك ولا كل الكلام اللي انا شفته في بعض الكومنتس. يعني فاول خطوة ان انت تصدقي ان انت جواكي الحاجات دي كلها. الاغراء جواكي، السيدكشن جواكي، حب الحياة والإقبال على الحياة جواكي. كل الحاجات دي من أسس الطاقة الأنثوية اللي موجودة في كل أنثى خلقها ربنا. الحاجات دي موجودة في كل ست خلقها ربنا. احنا مش بنتصنع حاجة، احنا مش بنقلد، مش بنمثل، مش بنضحك على نفسنا ولا بنضحك على غيرنا، احنا بنفعل. خدوا بالكم كويس قوي من الكلمة دي، احنا بنفعل طاقة الأنوثة اللي جوانا اللي بتظهر في الصفات وفي الصور دي. بقيت الناس اللي فاهمه انا بتكلم في ايه، لقيت ناس كتيره بصراحه فاهمه انا بتكلم في ايه ومستوعبه الكلام اللي انا بقوله، دماغنا على نفس الخط. فدول اوكي، دول معايا حبايبي. انا بطرح افكاري، بطرح الحاجات اللي انا من وجهه نظري ومن خبرتي انا اكتشفت ان الكلام ده فعلا ليه فعاليه وفعلا بيأثر. فحبيت افيد بيه الناس، وحبيت افيد بيه تحديدا طبعا البنات. اللي حابب ياخد كلامي ويطبقه اوكي،
واللي مش حابب ومش عاجبه الكلام اوكي برضو. عشان ما نطولش، اول خطوه زي ما قلنا ان انت تصدقي ان انت الشخصيه دي، تصدقي ان انت عندك الطاقات دي. تاني نقطه هي ان انت ما تعتمديش بس على المظهر. ما ينفعش يبقى كل اعتمادك على الشكل. اوكي المظهر مهم جدا، بس لازم لو انت عايزه التعلق ده يبقى فعلا حب وتعلق حقيقي واهتمام بجد، مش اهتمام مؤقت بس، فطبعا مش هنلعب بس على الشكل، هنلعب على حاجات تانية. من ضمنها زي ما قلنا العقل. لازم 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 تحسسيه ان انتي اكتر واحدة في الدنيا دي فاهماه، ان انتي مستوعبة هو بيقول ايه. لازم تبقي جود listener، لازم تسمعيه كويس جدا لما يجي يتكلم او يحكي لك موضوع، وتسمعيه فعلا بعقلك، تسمعيه وتركزي في كل كلمة بيقولها. لازم يحس منك بده. لازم تحسسيه زي ما قلت ان انتي فاهمة كل تفاصيله، فاهمة هو محتاج ايه ومش محتاج ايه، بيحب ايه بيكره ايه. لازم برضو تكوني على دراية بمعلومات في مجالات مختلفة. لازم لما يتكلم معاكي في اي مجال يلاقيكي بتاخدي وتدي معاه في الكلام، يلاقيكي فاهمة هو بيتكلم في ايه، مش واحدة جاهلة خالص، مش واحدة متعرفش حاجة عن الدنيا. لازم يبقى عندك في كل يعني في كل مجال عارفة في كام نقطة كده تعرفي تتحاوري فيهم تتكلمي فيهم معاه. ولازم تحسسيه ان انت في حاجة في مجال معين او في نقطة معينة انت superior، يعني انت اعلى منه في النقطة دي، انت فاهمة كويس قوي في المجال ده. مش قصدي ان انت تحسسيه بمنافسة او ان انت احسن منه يعني وافهم منه وكده، لا، بس يبقى عارف ان انت مثلا عندك علم كتير غزير في نقطة معينة، يحس كده ان انت واحدة عقلك زي ما بيقولوا يوزن بلد. فهو الفكرة ان انت تحسسيه بقوتك العقلية. الموضوع ده يا جماعة مغري اكتر بكتير من اي لبس ممكن اي ست تلبسه في الدنيا. اللبس زي ما قلنا والشكل حاجة مؤقتة، هو ممكن يكون اول ما شافك واعجب بيك واعجب بشكلك، بس بعد كده اتعلق بيكي وقرر مثلا ان هو يرتبط بيكي ليه؟ علشان عقلك. فتركيزنا ما يبقاش كله على الشكل، لازم تركزي كويس جدا برضو على العقل وتنمي معلوماتك ومهاراتك، خصوصا كمان في المجالات اللي هو انترستد فيها اكتر. تالت نقطة هي الاسوشيشن او الارتباط. يعني ايه بقى؟ هقول لكم يعني إيه. كل واحد في حياتنا لما بيذكر قدامنا او بتيجي سيرته تيجي في بالنا بعض الصفات كده خاصة فيه. يعني فكري كده في اي شخص انتي تعرفيه، قرايبك، اصحابك، اي حد. شوفي اول 3 افكار مثلا هيجوا في دماغك عنه ايه. اول 3 افكار اللي جولك دول هم دول الحاجات الاسوشيتد بالشخصيه دي، يعني الشخصيه دي معلمه معاكي بالصفات دي. ده بالظبط معنى الكلمه. اوكي احنا عايزين ان انت تبقي مرتبطه في دماغه بصفات معينه، بس انت اللي تختاري الصفات دي، انت اللي تحدديها، انت اللي تحددي الاسوشيشن بتاعك في عقله ازاي. يعني عايزاه يفكر فيكي، اول ما يفكر فيكي كده ايه اللي يجي في باله؟ ان انتي رومانسية، ان انتي مجنونة، ان انتي يعني ايه اللي يجي في باله؟ عايزاه يفكر فيكي ازاي؟ ده بيجي عن طريق ايه؟ عن طريق وانتي معاه تبتدي تتناقشي في الحاجات اللي انتي عايزاه يفكر فيكي بيها. انا مش عارفة اقولها بجملة بس انتوا فاهميني اكيد. خلينا نقول مثال وكان موجود في الكتاب. لنفترض ان انتي مثلا عايزاه ياخد فكرة عنك ان انتي سوفت ورقيقة وجميلة. هتكوني مثلا وانت معاه شفتي مثلا واحد مسكين في الشارع وانتوا بره، فايه حرام ده مش عارفه ايه وبتاع. المواقف دي في العقل اللاواعي عنده هتتخزن ان انت واحده حنينه ورقيقه وسوفت. اول مثلا ما يبقى بعيد عنك ويفكر فيكي مثلا او يفتكرك، هتيجي الصفات دي في باله. فشوفي انت عايزه تزرعي في دماغه ايه عنك، وازرعيه من وانت معاه، يعني من وانتوا مع بعض. ازرعي الافكار دي وركزي عليها في كلامك وركزي عليها في نقاشاتك، تلقائي هتتخزن في عقله اللاواعي، وهتبقى دي الحاجات الاسوشيتد بيكي. طبعا احنا بنتكلم عن السدكشن وعن الاغواء وعلى ان هو يبقى متعلق بينا ويبقى حياته تبقى ناقصه قوي من غيرنا. فاحنا عايزين نركز على النقط دي في كلامنا معاه. طبعا مش هقول ان انت يعني حياتك هتقف من غيري، مش هقولها له دايركت، بس هعمل، ممكن مش لازم اقول، ممكن اعمل حاجات يحس ان هو من غيرها حياته هتبقى ناقصه كتير. فلما ابعد عنه يفكر فيا ان انا مثلا ركن من اركان حياته، ان انا حاجه ما ينفعش يستغنى عنها. دي الحاجات اللي احنا عايزين نزرعها كفيم فتالز. خامس نقطه تقريبا انا ما بقتش بعد، وهي نقطه دارك بقى، دخلنا في الداركنس. اختفي في الوقت المناسب.
لو كنتي في distant relationship، علاقة بعيدة انتوا مش فيها مع بعض، او حتى لو كنتوا في علاقة فيها انتوا بتشوفوا بعض، اخرجوا وروحوا وتعالوا وقضوا وقت كويس قوي مع بعض، مفيش مشكلة، بس تعالي كده في وقت واسحبي نفسك. ما تبقيش available too much، ما تبقيش متاحة 24 ساعة طول الأسبوع. لازم يبقى ليكي أوقاتك الخاصة. الوقت ده هيفيدك في إيه؟ الوقت ده هيفيدك من ناحيتين. أول حاجة إن هو هيفتقدك وهيحس بقيمتك. يعني البني آدم عموما، الإنسان عموما، مش بس الرجالة، الإنسان عموما ما بيحسوش بقيمة الحاجة غير لما بتروح منهم. فلما يحس إن انتي إيه ده، انتي ما بقيتيش موجودة، ما شفتكيش النهاردة، ما كلمتكيش النهاردة، بقالك كام يوم مختفية، يحس إن في حياته، يحس إن في حاجة في يومه ناقصة، فيحس بمدى وجودك، يعني يحس بمدى أهميتك وأهمية وجودك. دي أول أهمية للموضوع. تاني أهمية هي إن انتي هتستخدمي الوقت ده لصالحك. انتي نفسك هتعملي ديتاتشمنت، انتي نفسك هتفصلي نفسك عنه، هتاخدي وقتك، هتحاولي انتي لو حصل تعلق او انتي بدأتي يعني تتعلقي بيه قوي ومش قادرة برضو يومك يمشي من غيره، لا هتعملي ديتاتشمنت، ستوب كده، انت تاخد بريك وانا هاخد بريك. الموضوع ده يا جماعة في العلاقات عموما صحي جدا، يعني هو مش حاجة سوداوية يعني ولا حاجة شريرة، هي حاجة صحية ومطلوبة في العلاقات. وحتى المتجوزين المفروض يبقى في كل فترة وفترة كده، لازم في فترة كده بريك، الست تروح عند أهلها شوية، الراجل يسافر شوية، لازم يبقى فيه بريك عشان يوحشوا بعض. يعني الموضوع صحي جدا كعلاقات، اوكي؟ عشان بس الناس اللي هتدخل دلوقتي في الكومنتات تهاجمني وتقولي ايه ده انت شريرة، ده انت نرجسية، ده انت مش عارفة ايه. anyway، فلازم كل فترة وفترة تسحبي نفسك كده. هتعملي الموضوع ده امتى؟ هتعملي الموضوع ده لما تحسي ان هو بقى obsessed ومتعلق بيكي قوي، وتحسي ان انت بقيتوا بتقضوا وقت زيادة عن اللزوم مع بعض، وانه شوية كده لو فضلتوا على الحال ده هتزهقوا. فقبل ما توصلوا لمرحلة الزهق تروحي انت ساحبة نفسك، تعملي ديتاتشمنت زي ما قلنا، وهو يفتقدك، وترجعوا تاني بقى ايه بانرجي كده وبطاقة اكتر للعلاقة. هتعملي الموضوع ده كمان لو حسيتي من تجاهه ان هو بقى كومفورتبل قوي، يعني مرتاح قوي في العلاقة ومريح كده وانتخ وخلاص، تحسي ان هو ضمن، يعني ضمن الموضوع، ضمنك خلاص وما بقاش بيبذل مجهود كفاية. الموضوع ده خصوصا في العلاقات طويلة المدى اللي هي المتزوجين، لما تحسي كده ان هو انتخ كده ونام في الخط، فلا لا لا، ستوب كده، وتبتدي تختفي ازاي؟ زي ما قلت، ممكن تروحي لاهلك، ممكن تسافري، ممكن حتى لو انتوا في نفس البيت بس ما تبقيش افيلابل ليه 24 ساعه، تدخلي في اوضتك تعملي هوايه، تركزي على شغلك، تكلمي صحابك، تخرجي معاهم، مليون حاجه ممكن تعمليها، تعملي بيها الديتاتشمنت ده وتسحبي بيها نفسك من العلاقه شويه. النقطه اللي بعد كده، وهي متعلقه بالنقطه اللي قبلها، هي ان انت وانتي بتتعاملي معاه تحسسيه ان هو اهم واحد على كوكب الارض، مش كوكب الأرض بس والكواكب المجاورة. يعني بصي، هتتعاملي معاه هتديله اهتمام وهتديله priority وهتحسسي، يعني خدوا بالكم قوي من كلمة هتحسسي. انت مش هتقولي الكلام ده verbal، مش هتقولي الكلام ده انت أهم واحد في حياتي وانت أجمد واحد، لا لا خالص. انت بأفعالك وبتصرفاتك هتحسسيه كده ان انت حد سبيشال، ان هو حد سبيشال عندك، ان انت محور اهتماماتي، ان انت محور الكون. يعني كل ده هتوصليه بالافعال، بالافعال مش اقوال خالص 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 خالص. الاقوال دي لو قلتيها خلاص بيبقى هو فعلا ضمنك، مش بيبقى فيه اوبسيشن اصلا خالص، ولا سدكشن ولا اي نيله. لكن احنا بنتكلم على حاجات، احنا بنلعب على ان احنا المشاعر الحلوه دي بنوصلها له بشكل اندايركت. انا مش باجي احطها لك كده، يعني مش باجي اكتبها لك بالورقه والقلم او اقولها لك، انا بحسسها لك. انت كل ده حاجات في مخك انت، تهيؤات. يعني لما يجي يقول لك ايه ده، مش انتي، مش انا كنت اهم حد، مش انا كنت كذا، هتقولي له لا انا ما وعدتكش بحاجه. يعني انتي ما قلتيش كلمه، مفيش كلمه طلعت من بقك، بس افعالك اللي هتقول. فيبقى هو في حاله كده uncertain، يعني هو مش متاكد هي بتحبني ولا مش بتحبني، هي مهتمه بيا ولا مش مهتمه بيا. هيسأل السؤال ده امتى؟ هيسأل السؤال ده بعد ما تهتمي بيه وتحسسيه زي ما قلنا ان هو اهم واحد في الكون. بعد كده فجأة هوب دبل كيك، هتروحي سحبة الدبرياج وراجعة لورا وتختفي. زي ما قلنا يوم يومين كده 3، هترجعي كده تختفي، تشوفي حالك، تشوفي امورك انت، ظبطي نفسك، تعملي ديتاتشمنت. هو هيبقى بقى بيفكر ودماغه مش واقفة تفكير، والاوبسيشن هيشتغل عنده بطريقة مش عادية، هيبتدي يدور عليكي، يسأل عليكي، يكلمك، وهيرجع يعني هيبقى مهتم بيكي ازيد من الاول. الطريقة دي اسمها البول باترن.
او البوش اند بول، يعني اللي هو انا بزق شويه يبقى كده اسحب شويه، بدي اهتمام وحب ودلع ومش عارفه ايه، وبعد كده اسحب تاني ارجع تاني شويه في الخط، وهكذا. النقطه اللي بعد كده هي ان انت تبقي اكسكلوسيف. يعني ايه؟ يعني انت مش متاحه لكل الناس، مش كل من هب ودب يجي يبقى صاحبك، مش كل واحده تتعرفي عليها تكلميها في الشارع كلمتين تبقى حبيبتك، مش كل واحده قابلتيها في الجيم، قابلتيها في النادي، في اي حته بقت البيست بتاعك. ولا هو ولا هو تسمحي له ان هو يدخل دايرتك المقربة او يقرب منك من اول مرة. ومش اي حد، انت ليكي ستاندردز عالية، ليكي مواصفات عالية، لما تتحقق في الشخص اللي قدامك تبتدي تفكري تدخليه، ولا انت مش محتاجة حد في حياتك. تمام. ده اللي بيخلي الست الفيم فيتال، يعني ده اللي بيديها القوة بتاعتها، مديها نفسها قيمة عالية قوي. يعني هي زي الألماس كده، مش أي حد بيلبسه، هي حاجة غالية وثمينة، يعني مش أي حد يستاهل القرب بتاعها. فخليكي اكسكلوسيف، خليه يبذل مجهود محترم لحد ما يعرف يوصلك، ساعتها هيحس ان انتي قيمة فعلا وبريشيوس وحاجة كده عالية في السماء، هيقدرك كويس قوي وهيديلك المكان اللي انتي تستاهليها. دي الصفات اللي انا كنت عايزة اتكلم معاكي فيها، في ان انتي ازاي تمارسيها مع الشخص اللي معاكي، سواء كان جوزك او خطيبك، يبقى مبسوط ومستمتع بحياته معاكي، ويبقى حياتكم فيها شغف وفيها كده هوس وفيها كده يعني فاير. الكلام ده يا جماعة والله مهم جدا، والكلام ده قابل للتطبيق، وحقيقي لو اتطبق بيعمل نتائج زي السحر. اسمعوا الفيديو تاني وركزوا كده في كل نقطة من اللي انا قلتها، وقولي لي في الكومنتس اذا كنتي مطبقاهم كلهم او مطبقة واحدة منهم او كام بالظبط. وبجد انا بتبسط جدا بالكومنتس بتاعتكم، والله بتشجعني فعلا تشجيع رهيب. الموضوع اللي انا بطرحه ده مختلف شوية وجديد على الناس، فقولوا لي اذا كنتوا حبيتوه ومتقبلينه، ولا نغير على مواضيع تانية. وبس كده، اشوفكم في الفيديوهات الجاية. باي باي.